فيديو النهاردة حلو جدا جدا ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. هنقول مع بعض ميزانية لشهر 8 ب4000 جنيه، وازاي هنحوش منهم، وازاي هنمشي الشهر بتاعنا بالميزانية دي. هنمشي الميزانية بتاعتنا معانا 4000 جنيه. تمام، هنمشيها ازاي يا داليا؟ هنمشيها هقول لكم دلوقتي الحاجات اللي احنا هنجيبها بند بند وبالتفاصيل. وهنحوش منها كل مثلا مبلغ هنحوش منه 10%. يعني احنا بنتكلم النهاردة على ميزانية 4000 جنيه، يبقى هنحوش منها 400 جنيه، اللي هي ال10%. دي 4000 جنيه يعني 400 جنيه. لما نحوش كل شهر 400 جنيه أو 10% بقى، على حسب ما انت ميزانيتك ممكن تكون أعلى ممكن تكون أقل، كل واحد على حسب ميزانيته يا جماعة. أهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد كده آه، أهم حاجة ما تبصيش لأي حد، الميزانية بتاعته ما تبصيش لأي حد. ما تقوليش لحد اي حاجة عن تفاصيل بيتك وحياتك ومصاريفك والحاجات دي كلها. ما تاخديش اي حد وانتي رايحة السوق او آم، رايحة تجيبي الحاجات بتاعة البيت. يعني تاخديش بقى صاحبتك، ما تاخديش جارتك، ما تاخديش مامتك، ما تاخديش اختك، بنت خالتك، قرايبك، ما تاخديش اي حد. عايزة تاخدي معاكي حد، خدي بنوتك او ابنك بس، او يا اما تروحي لوحدك. لكن ما تعرفيش حد بتجيبي ايه، بتصرفي كام. ما تبصيش لميزانية اي حد ان هي مثلا اعلى منك او حتى اقل. ما تبصيش، يعني انت اهم حاجة في الميزانية عشان ربنا يبارك فيها ما تبصيش. ده اهم حاجة في فيديو النهاردة. هنبدأ بسم الله بقى. هقول لكم ميزانية 4000 جنيه. 4000 جنيه لشهر 8. هاتي بقى ورقة وقلم معايا عشان تكتبي بالتفاصيل بالظبط. تمام، معلش انا مش بعرف اكتب كده والكراسة بتبقى واقفة قدامي، ببقى يعني كده بكتب كده، فانتوا يعني ايه اكتبوا ورايا. انتوا كده اهو شايفين الخط اهو ان شاء الله واضح بالنسبة لكم، فانتوا اكتبوا ورايا. اول حاجة من ميزانية ال 4000، ال10% اللي احنا قلنا عليهم، هنشيل ال10%، هنكتبها كل حاجة هنصرفها هنكتبها هنا في الكراسة دي. الكراسة دي هتبقى بتاعة الميزانيات، وفيها كل حاجة تخص الميزانية بتاعة البيت. ده أضمن وأحسن حل الصراحة. كده قلنا ايه؟ قلنا ال10% دي هنحوش، هنكتب عليها تحويش. تمام، دي هنحوشها اهي. تمام، تاني حاجة هنطلع صدقة. صدقة على قد ما تقدري. عايزة تطلعي 10 جنيه طلعي 10 جنيه. عايزة تطلعي علبة بونبوني طلعي علبة بونبوني. بونبون اهي. عايزة تطلعي بسكوت، باكو بسكوت طلعيه. باكو بسكوت. تمام، اي حاجة، المهم ان انت تطلعي كل شهر ان شاء الله من المرتب او من الميزانية اول ما تاخديها صدقة. ده اهم حاجة عشان ربنا ان شاء الله يبارك في القليل. هنعمل بقى ايه؟ اول اول حاجة هنعمل 1500 جنيه، ده للبروتين. بروتين. تمام. ايه تاني هقول لكم؟ 600 جنيه. هنا هنكتب جنيه اهو. 600 جنيه خزين. خزين طبعا الشهر بقى كامل. تمام. هنكتب مثلا 600 جنيه تاني، ده خضار. ممكن نقسمهم ازاي؟ لان الخضار طبعا مش بيتجاب بالشهر، يعني الشهر كامل على بعضه فهيبوظ. ممكن نقسمهم كل مثلا 10 ايام، كل 10 ايام 150 جنيه. تمام،
وان شاء الله يعني هفسر لكم كل يعني هفصل لكم كل ده، اني هنشوف هنجيب بيهم ايه، يعني 1500 هنجيب بيهم ايه، هنعمل ايه، الحاجات دي كلها. تمام. ايه تاني؟ 400 جنيه منظفات. طبعا المنظفات سايبة، منظفات سايبة اهي. 500 جنيه فطار، فطار. تمام. ايه تاني؟ ايه كده، ايه ادي كده 2000، 2000، ألف تمام تمام. خلاص هو كده، احنا كده خلاص التلاتة 600 خلاص كده خلصوا. تمام. هنعمل بيهم ايه بقى؟ وازاي 1500 جنيه اللي هو البروتين هيكفي معانا الشهر؟ او هنعمل بيهم ايه؟ هقول لكم هنعمل بيهم ايه. الفراخ اللي من دول رخيصة. الفراخ ب62 جنيه. الفراخ الكيلو بتاعها ب62 جنيه. لو جبنا مثلا 4 فرخات، وقلت للراجل الصدور بتاعتها اعملها لي بانيه، ماشي؟ هتعملي الصدور بانيه، هتطلعي منهم 4 فرخات، تطلعي منهم بانيه وجوانح. خلي الراجل يقطعهم لك او انت قطعيهم في البيت، يعني براحتك خالص. آه، دي بالنسبة للصدور بتاعت ال4 فرخات. تمام. وممكن تعملي فرختين بس، يعني فرختين مثلا بانيه، عشان ما يبقاش كله بانيه برضو، والصدرين التانيين اللي هما الفرختين التانيين تعملي منه بقى اي حاجة انت حباها. يعني هي دي مش حاجة ملزمة بيها، انت التقطيعة دي بتاعتك انت. تمام. بس انا بفسر لك ازاي بالتفصيل، ازاي يعني هتجيبي بال1500 جنيه بروتين. تمام. الفرختين خليهم مثلا البانيه، اللهم صل على النبي، خلي البانيه فرختين، خليه يقطع لك الصدر بتاعهم بانيه، ويطلع منهم الجوانح والكبد والقوانص واللي وراكي يسيبها زي ما هي. هتقطعيها طبعا وتسيبيها بقى زي ما هي. هقول لك هتطلع كام وجبه وهنشوف مع بعض دلوقتي. والفرختين التانيين خليهم يقطعهم لك كل فرخه 8 قطع. يعني هنا بقى هنكتب ايه؟ 2 فرخه اهو. تقطيع، تقطيع 8 قطع، كل فرخة 8 قطع. الميزانية دي تكفي 4 أفراد، وممكن تكفي 5 أفراد كمان، بس طبعا عدد القطع هيزيد. فاهمين قصدي؟ يعني هيقل في الأيام. لو انتي مثلا أربع أفراد ممكن يقعد معاكي 15 يوم. لو مثلا 5 أفراد ممكن يقعد معاكي 13 يوم. عدد الأفراد بيزيد فالكمية بتقل. آه، حسب عدد انت هنا هتقطعي الفراخ 8 قطع حسب عدد الاطفال بقى اللي عندك، او حسب العدد اللي عندك، يعني عدد الاسره. تمام. هنا مثلا هتجيبي الفرخه الواحده مثلا ب150 جنيه. تمام كده. احنا قلنا هنجيب 4 فرخات بكام؟ ب600 جنيه. تمام كده. وهنجيب ايه تاني من 1500 بتاع البروتين؟ هنجيب كيلو لحمه مفروم، اللهم صل على النبي، ب320 جنيه. في ناس عندها ارخص، في ناس عندها اغلى. انا عندي الاسعار اللي عندي بقول لكم عليها. تمام. آه ايه تاني؟ اجيب مثلا ب100 جنيه كبده، ب100 جنيه سجق بلدي، 170 جنيه سمك، اي نوع سمك بقى انت حباه. تمام. بتجيبيها وتقطعيها زي ما انت عايزه. لو في مثلا السمك اللي هو المكرونه الكبير اللي هو المستورد ده، طبعا بيتقطع عشان ما شاء الله السمكه بتبقى كبيره فبيرمي معاكي. تمام. إيه
هنا نعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا كيلو لحم، قطع بقطع اللي هي بتبقى كبيرة في السن شوية، تاخد سوا شوية يعني، اقصد على البوتاجاز، بيبقوها برضو ب320 جنيه. تمام، ده كده البند بتاع البروتين. تعالي بقى اقولك هنقسمهم ازاي. إيه، احنا قلنا هنقطع فرختين، هنقطعهم 8 قطع. الفرخة يعني هنقطعها 8 قطع، 8 قطع. هنقسمهم ازاي؟ هنقسمهم على 4 أكياس. يعني قطعي الفرخة 8 قطع يديكي 4 أكياس، 8 قطع 4 أكياس. تمام، ده من فرختين. تمام كده. والفرختين التانيين بقى، قلنا الصدور هنطلع منها وجبتين، هنا كده 4 وجبات. كل كيس آه، كل كيس وجبة، هنطلع هنا 4 أكياس، يبقى 4 وجبات. تمام. البانيه هنطلع منه وجبتين، اللي هو الفرختين هنطلع منه وجبة ووجبة، او حسب ما انت عايزة بقى. ممكن مثلا عايزة تقللي شوية، يبقى كل واحد مثلا قطعة وخلاص. يعني مثلا مش لازم بقى اللي هو اللي يخلص ياخد تاني وكده، لا، هي الايام دي صعبة شوية، معلش، يعني كلنا نستحمل مع بعض. يبقى وجبتين مثلا بانيه، هنا 2. دي هنكتب اللي هي ايه 4 وجبات اللي هي الأكياس. تمام. هنا 2 وجبة بانيه. تمام. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل الوراك مثلا كل مرة نص فرخة، هيبقى على 4 وجبات. هنحطها هنا 4 وجبات، هنا وراك. تمام. يبقى احنا معانا 4 و4 8 و2 10، كده 10 وجبات. ولسه معانا ال لسه معانا بقية ال4 فرخات. تمام. اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ احنا هنا قلنا دول فرختين خلاص. دي الصدور، دي الوراك، الكبد والقوانص بقى. الكبد والقوانص والأجنحة، يعني ممكن نعملهم على مرتين. هيبقى 2 وجبة كبد وقوانص، كبد وقوانص وجوانح. تمام. يبقى كده 6 و6 كده 12 وجبة من ال4 فرخات. فدي يعني 4 فرخات ب600 جنيه، يعملوا معانا 12 وجبة. فده ما شاء الله في حد ذاته حاجة كويسة جدا جدا جدا. آه، تقدري طبعا تقللي الكمية زي ما انت عايزة، بس انا بقولك الميزانية بتاعت ال4000 اللي انت تحوشي منها، وفي نفس الوقت كل يوم يعني ما شاء الله بتاكلي لحوم، مش حارمة نفسك من حاجة يعني. تمام. اللحمة المفرومة هنا هنعملها 4 وجبات. هنقسمها على 4 وجبات، 4 وجبات، وجبات لحمة مفرومة. تمام. ايه تاني؟ الكبدة مثلا في يوم اهي وجبة كبدة، ووجبة سمك، ووجبة سجق. تمام كده. ونسينا كمان اللحمة اللي هي القطعة، ممكن تعمليها على مرتين. هنا بصوا هنعمل كده، كده 2 وجبة
لحم قطع. تعمليها بقى على اي خضار، على باميه، على بطاطس، على كوسه، على بسله، على اي حاجه بقى انت حباها. تمام. يبقى كده كده معانا كام وجبه من البروتين بس. هو كده خلاص البروتين معانا خلص ب 1500 جنيه. 4 ادي كده كده 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 وجبه. تمام. حلو جدا جدا ما شاء الله. العشر ايام بقى التانيين نمشي بقى الدنيا، مثلا اكلات بقى شعبية، اكلات كده. ممكن نعمل مثلا مرة صينية مكرونة بشاميل بصدر فرخة، مش لازم لحمة يعني، بصدر فرخة يبقى حلو جدا. آه، نمشي الدنيا. يعني مثلا اللحمة المفرومة ديت اللي هي الأربع وجبات، راحت فين اهي. احنا قلنا 4 وجبات لحم مفروم. نحط مثلا الكوسة عليها اللحمة المفرومة. المكرونة بصلصة مثلا عليها لحمة مفرومة. نعملها كفتة برضو، نعملها صينية بالبطاطس، نعملها أي حاجة بتبقى حلوة جدا جدا. تمام. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده فاضل ايه؟ كده كتبنا ال 1500 بتوع البروتين. تمام. نشوف بقى الخزين. الخزين ده طبعا بيبقى يعني كلنا بناخد تومين، بيبقى فيه عندنا زيت، عندنا سكر طبعا بنكمل عليهم، بس ما بيبقاش احتياج كتير زي ما يكون ما فيش خالص، او بواقي عندنا مثلا من الشهر اللي فات او اي حاجة بنكمل عليه ونجيب الخزين. هاتي بقى زي ما انت عايزة. يعني الخزين ده معاكي 600 جنيه للخزين، تجيبي حاجات كتيرة جدا في الشهر ما شاء الله. تمام. ايه تاني معانا؟ الفطار. ماشي، نمسك بند الفطار، او نمسك بند الخضار الاول. خضار اهو بعد الخزين الخضار. تمام. كل 10 ايام هنجيب ب150 جنيه. بند الخضار 500 جنيه خضار. كل اسبوع 150 جنيه. تمام. هنجيب اهم حاجة البصل، الحاجات اللي هي الاساسية. هنجيب توم، ده لو ما كانش عندنا يعني. هنجيب بطاطس، دي الحاجات الأساسية في الخضار. هنجيب بتنجان محشي اليومين دول ب10 جنيه بتنجان محشي. تمام. هنجيب بقى طماطم، هنجيب فلفل، هنجيب خيار، هنجيب حاجات الأسبوع. هنجيب يعني ب150 جنيه كل أسبوع. 500 جنيه في الشهر. آه، في ال- في الشهر تمام. كده هيبقى 600. هيبقى هنا هيبقى 600 المفروض بقى. الخضار هيبقى 600 مش 500. معلش انا هنا كتبته 500 وهي 600 لان كل اسبوع كل 10 ايام. كل اسبوع يا ربي، مش عارفه ليه مصممه على 10 ايام. كل اسبوع هنجيب 150 جنيه. تمام. بند ايه تاني؟ كده خلاص الخزين معانا خلص. هنقول بند ايه بعد الخزين؟ الخضار. لا الخضار قلناه. صح، الخضار قلناه. تمام. يبقى قلنا البروتين وقلنا الخزين وقلنا الخضار. نخش بقى على المنظفات. المنظفات 400 جنيه. 400 جنيه دول، دي المنظفات اهي. المنظفات هنعمل بيها ايه؟ 400 جنيه ما شاء الله. 400 جنيه هتجيب حاجات كتيرة جدا جدا. طبعا اهم حاجة كلها حاجات طبعا سايبة. عندي طبعا غسالة اوتوماتيك. هجيب 2 كيلو. 2 كيلو مسحوق. مسحوق اوتوماتيك. الكيلو ب50 جنيه هيبقى 100 جنيه. تمام. شوفي المسحوق اللي انت بتجيبيه وهاتيه ايا كان. ايه تاني؟ هجيب مثلا 2 صابونة وش.
هجيب 4 كيلو مثلا صابون سائل على قد احتياجك. انا بقولك الميزانية اللي تمشي بيها ل4000 جنيه وتحوشي منها. تمام، انا بقولك الميزانية دي 4 كيلو صابون سائل. عايزة مثلا ايه، كيس كلوروكس، كيس كلوروكس الوان، وكيس كلور ابيض. ده طبعا بيساعد جدا ان ما شاء الله الغسيل يبقى حلو ونضيف جدا. مثلا مسح بقى ارضيات، مسح ارضيات هتجيبي بقى طبعا بعشرات، 10 جنيه. تمام، اي حاجه بقى عايزاها تانية ب10 جنيه، ب10 جنيه. ما تقولوليش بالوزن، قولي له عايزه ب10 جنيه، هو هيديكي. الراجل ما شاء الله يعني بيديكي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لك ان المسحوق اللي 2 كيلو بيكفي جدا في الشهر. انا عندي 2 كيلو بيكفي في الشهر. بغسل 3 مرات، مرة الأبيض ومرة الألوان ومرة الغامق اللي هو الأسود والكحلي والحاجات دي. 3 مرات، فحلو جدا جدا يعني ما شاء الله. تمام كده. كده فاضل بند ايه، بند الفطار. بند الفطار ب500 جنيه. تمام، بند الفطار ب500 جنيه فطار. نجيب ايه يا داليا بال500 جنيه الفطار؟ هقول لك هنجيب ايه. البيض طبعا رخيص اول يومين دول يعني. هنجيب مثلا طبق بيض، او ممكن طبقين يكفوكوا طول الشهر. 2 طبق بيض، الطبق ب90 جنيه. تمام، اهو هنا 90 في، اللهم صل على النبي، 90 في 2 يبقى ب180. تمام، انت براحتك، شوفي اللي انت حباه واللي انت عايزاه هاتيه. انا زي ما قلت لك، بقول لك ميزانية 4000 جنيه في الشهر. طبعا 4000 جنيه في الشهر وتحوشي منها طبعا خارج الإيجار والكهرباء والمية وأي مصاريف تانية خاصة. دي ميزانية الأكل والشرب بس، زي ما قلت لك كده، خاصة بالبروتين والخزين والخضار والمنظفات والفطار. تمام، وتحوشي منها. الميزانية دي خاصة بكده بس. آه، هنجيب مثلا 2 علبة جبنة اللي هي جبنة. تمام، اللي هي نص كيلو، الواحدة تبقى نص كيلو. تمام، هنجيب مثلا 4 كيلو لبن. هنجيب نص كيلو فول، ندمسه ونحطه في التلاجة، ونخليه في التلاجة. تصحي الصبح كده تسخنيه يعني تجهزيه وكده. طبق فول حلو كده مع طبق بيض، مع مثلا بطاطساية مقلية او بطاطساية بالبيض، او اي حاجة اللي انت حباه يعني. بيبقى في منتهى الجمال، اكل يعني صراحة في منتهى الجمال. ممكن تاني يوم مثلا كوباية لبن مع سندوتش جبنة، او كوباية شاي بلبن مع اي حاجة من الموجودة بتاعت الخضار اللي احنا جبناهم يعني في الحاجات بتاعت الخضار. بنجيب طبعا بطاطس، بنجيب فلفل، بنجيب حاجات بقى تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع اليوم كله. تمام. آه بس كده، دي كانت ميزانية 4000 جنيه. وهنحوش منهم 400 جنيه، وهنصرف منهم 3600 جنيه فقط. ايه رأيكم؟ يا رب ان شاء الله الميزانية تكون عجبتكم بإذن الله. ولو عجبكم الميزانية اعمل لكم ميزانيات تانية كتير. اللي عايز ميزانية ب5، اللي عايز ميزانية آه، اللي عايز ميزانية ب5، او اللي عايز ميزانية ب6، اللي عايز ميزانية ب3، اللي عايز اي ميزانية بأي حاجة يقول لي، بأي مبلغ يعني يقول لي، وانا ان شاء الله بإذن الله احاول انزل لكم ميزانيات زي دي كده، لو بإذن الله الفيديو عجبكم.
اتمنى ان شاء الله ان انتوا يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم، وان شاء الله باذن الله لو عجبكم قولولي زي ما قلت لكم، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية كتير. وفي رعاية الله يا حبايب قلبي، واشوفكم على الف خير ومع الف سلامة.